تفتكروا العلبة دي لو جبتوها من بره هتجيبوها بكام؟ ايوه، انا عامله كل ده في البيت ومش هيكلفني نص اللي انا بشتريه من بره. هنبدا مع بعض سلسله وصفات العيد، هنعمل فيها نواعم العيد وهنعمل حاجات تانية اقتصاديه عشان لو حابين تقدموها لضيوفكم في العيد. ان شاء الله الفترات الجايه استنوا كل وصفات العيد. هنعمل مع بعض كوكيز بالفانيليا وكوكيز بالشوكولاته، وكمان هنعمل احلى بسكوت ومقرمش. اسمعوا كده صوت القرمشه. وكمان هنعمل مع بعض السابليه وهنزينه بالشوكولاته، وبسكوت القهوه الرهيب ده، والكحك الدايب وفي نفس الوقت مش مكتوم. شايفين من جوه ناعم ازاي؟ وهنعمل كمان مع بعض البيتي فور الفانيليا والشوكولاته. تابعوا معايا الفتره الجايه كل الوصفات اللي هتنزل وان شاء الله هتعجبكم. واول حاجه هبدا بيها هي الكحك. هنعمل مع بعض كحك دايب وفي نفس الوقت مش مكتوم ولا بيلزق في البق. المقادير دي مظبوطه جدا، هتطلع معاكي كحك ناجح 100%. الكحك بيكون ناعم ومورق جدا، شايفينه اصلا مورق من جوه مستوي ازاي. هحشيه ملبن بالمكسرات وهقولك على كل النصايح والتسويه اللي تخليه مظبوط معاكي. يلا بينا نبدا الوصفه. اول حاجه هحضر المواد الدهنيه. لو انا هستخدم نص كيلو من الدقيق يبقى هستخدم ربع كيلو من المواد الدهنيه، نصها سمنه ونصها زبده. وعشان الكحك يكون دايب ومش مكتوم فانا بعمل ميكس بين السمنه والزبده، الاتنين دول مع بعض بيدوله ريحه حلوه قوي وطعم وقوام مظبوط. وهسيبهم يسخنوا على النار، يسخنوا مش يقدحوا. هحضر بقى الخميره. ضفت معلقه كبيره من السكر على نص معلقه صغيره من الخميره، نص كوبايه من الميه الدافيه، وهقلبهم مع بعض واركنهم على جنب. عندي هنا بقى نص كيلو من الدقيق، ضفت عليه نص معلقه صغيره من البيكنج باودر ونص معلقه كبيره من ريحه الكحك ورشه من الملح، وهقلبهم مع بعض. وبعدين هضيف عليهم معلقتين من السمسم، وبعدين هنزل عليهم بالسمنه اللي سيبناها تسخن على النار. انا بعمل كده حفره صغيره في النص وبحط فيها السمسم وبعدين انزل عليها بالسمنه. هقلبهم كده الاول بالسباتشولا عشان السمنه بتكون لسه سخنه، واول ما الحراره بتاعتها تهدى شويه وايدي تقدر تمسكها هبس بقى العجينه. بصوا انا قعدت ابس العجينه تقريبا من 7 ل 10 دقايق. المرحله دي مهمه جدا جدا لنجاح الكحك، فخدوا وقتكم قوي قوي وانتوا بتبسوا العجينه. هي دي اللي بتخلي الكحك معاكي ناعم ودايب، فلازم الدقيق كله يكون متغلف بالسمنه كويس. احنا بنبس بايدينا مش بالسباتولا، انا بس بقلبها بالسباتولا الاول وبعدين ببسها. بصوا انا قعدت ابس فيها كتير قوي لحد ما وصلتها للمرحله دي. خلاص مفيش ولا نقطة دقيق باينة. هنزل بقى عليها بالمية اللي احنا كنا محضرينها الأول، اللي هي الخميرة على السكر. أنا بس نزلت بنص كوباية مية في الأول وبعدين هقلب وأشوفها محتاجة تاني ولا لأ. مش عايزين نعجن كتير بعد ما نضيف المية عشان ما تعملش عرق. أنا قلبتها في الأول وبعدين ضفت شوية مية شوية بشوية لحد ما العجينة لمت معايا وطلعت معايا عجينة. لما تيجي تكوروها وبعدين تضغطوا عليها كده ما تلاقوهاش تشقق. لو هي ما شققتش يبقى المية بتاعتها مظبوطة جدا، لكن لو شققت معاكم يبقى هي كانت محتاجة شوية مية كمان. عشان كده مقدار المية مش معروف لأن على حسب نوع دقيق والتاني. ودلوقتي بقى هنحضر الملبن. انا بجيب الملبن وبضيف عليه معلقه كده من السمنه الفلاحي وبعدين اسخنه على النار عشان يطرى شويه. هقعد بقى كده اهرسه شويه مع السمنه وارفعه بعد كده على النار. مش هطول عليه على النار، انا بس عايزاه يدفى شويه والسمنه تسيح وبعد كده هشيله على طول. وده بقى شكل الملبن بعد ما رفعته من على النار. طحنت كده شويه مكسرات طحنه خشنه، هي اختياري بس فعلا بيفرقوا قوي مع الملبن. وهرجع اقلبهم مع بعض وبعدين هكور الملبن كور صغيره لحد ما يبقى بالشكل ده. بيساعدني قوي قوي في الحشو بتاع الملبن، وكل واحده قد التانيه. وطبعا حسب ما بتحبوا الملبن كتير فبتكبروا شويه الكوره، او الملبن صغير فبتقللوها شويه. دلوقتي بقى هحشي الكحك بتاعي. اهم حاجه ان انا اقفله كويس جدا عشان الملبن ما يخرجش، وعايزه كمان ان انا اضغط على العجينه كل شويه عشان كمان ما تشققش معايا. بصوا ده بقى شكلها اول واحده. هحشي واحده كمان معاكم، واهم حاجه ما تكبروش قوي حجم الكحكايه عشان يبقى كده شكلها حلو. كل ما الكحك كان صغنون كده كل ما بقى شكله احلى. وبعدين بقى هرصهم في الصينيه بتاعتي وبالبصامه بتاعه الكحكه هبصمهم. اضغطوا عليها شويه عشان الرسمه تبان فيها. هخلص بقى كل الكميه بالشكل ده بالظبط. دلوقتي بقى هدخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 رف وسط. ولو الكحكاية سادة ما فيهاش ملبن دخلوه على درجة حرارة 160. هسيبها بقى تاخد براحتها كده اللون بتاعها الجولدن الحلو، وبعدين هطفي النار واخرجها. شايفين اخده لون حلو ازاي ومتحمرة تحميرة مظبوطة.
هزينها بقى بسكر باودر، وطبعا برضو ده اختياري بس بيبقى حلو قوي في التقديم. وكده الكحك بتاعنا بقى جاهز، هتاكلوا احلى كحك في العيد. جربوا الطريقه دي، وجربوا كمان ان انتوا تحطوا زبده على سمنه، فعلا بيفرق قوي في القوام بتاعها. شايفين الملبن طري ازاي؟ وده عشان احنا حاطين عليه سمنه وقلبناه مع بعض، فده هيخليه طري معاكم وعمره ما هينشف. وشايفين كمان الكحكايه ناعمه جدا ازاي، يعني بس بتضغطوا عليها بتفرفش منكم. انا كده خلصت الوصفه، استنوا باقي وصفات العيد. مع السلامه.